يوم الخميس اللي جاي 3 حاجات مهمين جدا نحافظ عليهم. رقم 1 الإسراء والمعراج كان بسيدنا النبي، فأفضل الذكر هي الصلاة والسلام على سيدنا عليه النبي. أفضل الصلاة والسلام. فنصلي ونسلم على سيدنا النبي كتير من قوي من مغرب يوم الخميس بالصيغة الجميلة اللي أقولها لحضرتك: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يبقى رقم 1 اسمه ايه الصلاة دي؟ دي صلاة الفتح. صلاة الفتح. صلاة الفتح صيغة جميلة موجودة إن شاء الله بإذن الله نحافظ عليها، أو أي صيغة. عشان برضو الناس تقول لك يا شيخ أنت قلت صيغة أنا مش عارف أحفظها. لا يعني دي أي صيغة. نقدر يبقى أول عمل هي الصلاة والسلام على سيدنا النبي. تاني عمل مهم جدا هو الدعاء، لأن الليلة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ربنا بالدعاء الجميل اللي هنقوله دلوقتي: ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. فكل واحد ضعيف، كل واحد مهموم، كل واحد مكروب، كل واحد مديون، كل واحد مريض، كل واحد عنده ألم أو كرب أو هم أو أي حاجة منغص عليه حياته، يلجأ إلى الله يوم الخميس بالدعاء ده: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى رقم 1 الصلاة والسلام على سيدنا النبي. رقم 2 الدعاء، وخصوصا هذا الدعاء دعاء جبر الخاطر في ليلة الإسراء والمعراج. رقم 3 الإسراء والمعراج اتحكوا في القرآن في سورتين: سورة الإسراء وسورة النجم. والصالحين والعارفين بالله علمونا في ليلة الإسراء والمعراج نفتح المصحف أو نسمع السورتين دول. الله. سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وسورة النجم والنجم إذا هوى. ونعيش بقى مع جمال جبر الخاطر والفرج والرحمة والله شكرا يا دكتور على الثلاث نصايح دول، 3 واجبات، 3 أنوار.